ما زلنا في معركة الكرامة، كل الحب للشعب السوداني، خالص التحايا للقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى. صلي على الحبيب وعدم المقطع بلايك وشير عشان نجي نديك تفاصيل البل والمطق في محور كردفان ومحور الفاشر. الله أكبر الله أكبر، نصر من الله وفتح غريب. فاشر السلطان تنتصر مجددا، وأيضا تصريحات نارية للغاية عدم جنى لفك حصار الفاشر في منطق وجغم. اليوم في الفاشر كمية من الجنجة زايلة وزايلة نعمكي، وتحييد كمية من السيارات، وقواتكم المسلحة والمشتركة عمل تمشيط واسع في أحياء الفاشر، وتم جغم الجنجة ومطاردتهم خارج أسوار الفاشر. الليلة يا جماعة الشغل ده بيختلف. الجغم بتاع الليلة ده جغم من عمة، الليلة في بل ومتق وجغم في الفاشر. فاشر السلطان، فاشر عرينة الأبطال، فاشر مورال فوق. لمزيد من التفاصيل بتاعت البل والمطق بتاعت الليلة اللي حصل في الفاشر، كده راح نكون نسمع لمراسلة الفرقة الساسة مشاة الفاشر أستاذة آسيا من داخل مدينة الفاشر مدينة الأبطال. كده راح نكون نسمع لأستاذة آسيا زيت الزيتون ونجم رضي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة متابعي أخبار الفاشر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم اليوم من شنب الأسد وقلعة الصمود الفرقة السادسة مشاة، ونوافيكم بالموجز لهذا اليوم في إنجاز كبير يضاف إلى سجل انتصارات قواتنا بميدان الكرامة. تمكنت قواتنا من صد قوة متسللة بالمحور الجنوبي وصرصر جنوب السلاح الطبي، بوكس دبل كاب مموهة تتبع للعدو، وتعطيل بوكس إداري دبل كاب بالمحور الشمالي، وهلاك العشرات من المحور الجنوبي والشمالي. كما شهدت مدينة الفاشر نصرا كبيرا لقواتنا في المنطقة إكس، كبدت المدائر والعتاد وسط معنويات عالية تعانق السماء. متابعين الشرفاء، قامت الميليشيا اليوم بنشر مقطع فيديو لطائرة مسيرة يدعون أنها تتبع للجيش. هذه الطائرة في الواقع تتبع للميليشيا، فاتجهوا لتصويرها ليبثوا أنها مسيرة القوات المسلحة، ولكنهم لم يوثقوا بلد صنع المسيرة ولا مصدر. نحن في القوات المسلحة نمتلك سجلات توثيقية ديباجة ومكان الصنع لكل أنواع العربات والطائرات المسيرة التي استلمت، بالإضافة إلى مستندات المرتزقة الأجانب الذين هيك الفاشر، وقد ثبتت الأدلة الدامغة على ذلك. نود أن نؤكد لكل الشعب السوداني والقنوات الفضائية أن هذه المسيرة لا تتبع للقوات المسلحة على الإطلاق، والنصر حليفنا بإذن الله. الأوضاع تحت السيطرة، قواتنا متماسكة تعمل جنبا إلى جنب من أجل الفاشر شنب الأسد. الرحمة والمغفرة لشهدائنا والشفاء العاجل للبواسل والعودة الحميدة لمفقودين سالمين قانمين. تحياتي من الخطوط الأمامية. رقيب أول آسيا الخليفة قبلة، المراسلة بالفرقة السادسة مشاة ولاية شمال دارفور الفاشر. يا شباب كلكم سمعتوا زيت الزيتون من أستاذة عاسية مراسلة الفرقة الساسة مشاة الفاشر. ده الحاصل بالضبط في الفاشر. قالوا الكلام حلو من قشم سيدو. جماعة بينو الليلة جماعتك جو من محورين ويتبلوا زي ما قالت أستاذة عاسية. يعني احنا لما نقول الفاشر وراه بيجي انتصارات متتالية. فاشر السلطان، فاشر الأبطال، فاشر اللي كمل ملاقد أفريقيا، فاشر الكمل عرب شتات، مورال فوق، جنجويدي ما ينوم. كلكم سمعتوا على الزيت بتاعت الفاشر يا شباب. خواتكم قلنا عمل تمشيط واسع لدحر الجنجة في مدينة الفاشر ويتم مطاردتهم. حسي كلامي وكلامك ده. نتمنى يزور قاعد مشاهد المقطع ده يكتب في التعليق ربنا ينصر الأبطال بتاع مدينة الفاشر اللي بتكون من الفرقة الساسة مشاة، وأيضا المقاومة الشعبية بقيادة قوات دردرت، قوات دق جوا، وقوات نيقود. ما بننسى الميارم اللي سامتين مع القوات المسلحة والمشتركة داخل مدينة الفاشر، فاشر عرينة الأبطال وكل الحب. أيضا يا جماعة نحن رسالتنا للغادة بتاعت الدولة يا شباب،
أنا كنت أتواصل مع مصادرنا من داخل مدينة الفاشر، بجد الوضع كارثي، العقل بقى ما فيش، حتى المنباس انتهت. نحن نداء عاجل للغاده بتاعت الدوله والمشتركه، لازم يا جماعه بانه فتح حصار الفاشر حتكون في اولوياتكم بتاعت الدوله، لانه يا جماعه ناس الفاشر والله العظيم عملوا وليم كل الحب. حس ناس الفاشر ده لو قالوا نحن خلاص بعد ده والله يعملوا العليم. اتغيروا معايا يا جماعه، الناس قاعد تاكل منباس وصادين هجوم رقم 256 256 وقاعدين ياكلوا منباس. ابسط مقاومه الحياه بقت مع فيشه يا جماعه، بانه فتح حصار الفاشل في تماطل من الغاده. احنا بنلوم الغاده بتاعت المشتركه والغاده بتاعت قوات المسلحه، كل الغاده بتاعت الدوله. دي رساله واضحه يا شباب. انتوا ما شفتوا المعاناه بتاعت الشفه ونساوين والعجزه في داخل الفاشل؟ اكل ما في، الناس قاعد تموت جو يا شباب، ولسه القياده بتاعت القوات المسلحه والمشتركه صامته كصمت القبور. احنا نجي لما نقول بانه القياده بيعني كل القيادات يا جماعه. بانه كلكم سمعتوا الليله تصريحات بتاعت ادم جنى لفك حصار الفاشر. ادم جنى ده يا جماعه قائد بتاعت المشتركه وزول له كميه من القوات اللي موجود في محور بتاعت كردفان. الليله الزول ده خطع بالبلاطه للقياده بتاعت الدوله والقياده بتاعت المشتركه. قال لكم بانه انسان الفاشل قاعد تعاني وفاشل ما بتقدر تصبر اكتر من كده. احنا كده كده حنمشي الفاشل حتى لو بنخالف التعليمات، احنا حنمشي الفاشل. وقال بانه انا القوات الاندده نجرب بيه والحشاش يملى شبكته. ونحن رسالتنا واضح لكل القوات الموجوده في محور كردفان، براعون، درع السودان، ابو تيره، صياد، امن ياجن، كلكم وراء عبد الله جنى، كلكم وراء الغايد ادم جنى. ادم جنى الليله رسالته واضح وبيان واضح للغاده بتاعت الدوله، قال لكم بانه في تماطل لفك حصار الفاشل. القوات الموجوده في محور الابيض قال لكم بتحرر افريقيا. ودي رساله كانت تكون واضح لكلام الغايد ادم جنى. كده يا شباب راحكم نسمع لكلام ادم جنى ونجي نرد. كده راحكم نسمع للتصريحات الناريه بتاع ادم جنى ونجي نرد. كوستي يا وصلت الفاشر اثنين بس، ما عندي اكثر من ذاك. قال داري يمشي معي خليه يمشي معي، ما داري يمشي معي خليه يقعد، خليه يقعد ينتظر. وعندي ابطال انا عارف الليله كمان ثلاثه خرجنا ابو طاباني. عشان كده يا جماعه كلام ده شماشه وامور امور واحد كده، ما سيبوا له السلطه وبقعد داري الفتنه ده. الفتنه خلاص، فتنه كفايه، والخوش كفايه والتهميش كفايه. كده الدور ده البرجع منو البندر منو نشوفه. وانتظرونا ايامات القادمه ان شاء الله باذن الله. انتظرونا زي الكلام ده، انتظروا ايامات القادمه. على كده المباراه دي يطلع اكشن ولا يطلع هندي الله يعلم. عشان كده يا جماعه تحيه لكم وكل حب لكم، وان شاء الله نتقابل في ساعه الخير يا ابطال كلكم. وان شاء الله كلنا يموت. الان الناس الموجودين في الفاشر ده، الان الناس الموجودين في خلال 30 ولا 3 سنه ده، زول انه ثلاثه يعني ما انجرب في ثلاث اكثر من 3 مرات. في زول تلقاه جسمه ده كله مقدد، في زول تلقاه ماشي بوقاص وشايل مدير قاعد بحارب. مشكله وين يا كلام ده يا جماعه؟ ما تحسوا ولا ناس زين، ما تحسوا من هنا لفاجر كله، من انا محل موجود في الفاجر كله 400 كيلو، 400 كيلو لا كله في ساعتين ولا 3 ساعات. انت جوجي دار توديها وين؟ انت جوجي دار تسجل باسمك ولا دار تسيب دار تعملي في حرب بتاع بيوتكم؟ عشان كده يا جماعه هو شباب هو كل شنو الان الشباب في الاعلام ولا سواء كان في التواصل الاجتماعي ولا سواء كان في الميدان، كلنا شنو نقول كل القوى فاشله السلطان جوا، كل القوى فاشله السلطان جوا، كل امناء الان موجود في المشتركه ولا سواء كان في موجود في القوات المسلحه، كل القوى فاشله السلطان جوا. كفايه خلاص والله، فاير ناس انتوا خلاص، انتوا عاديين لازم انتوا تريد دو انتهى جو انتهى. زول يا اخي انت زول تودي تسجد له اسقاط صغيره وما تدي اكل، ما زول ما اكل بكتب بشاكل. عشان كده يا جماعه ربنا يدي صبر في اهلنا في ولايه الفاشر. كلكم سمعتوا على كلام الغايد ادم جنى ده الحاصل، وطلع تصريحات ناريه لفك حصار الفاشل. والكلام ده يا شباب كلام على المليان، وانا شايفه بانه الكلام ده الكلام الصح. لانه يا جماعه بانه انسان الفاشل الى ما القوات المسلحه المتحركات دي حتصل في الفاشل ما ممكن بتلقى زول. لانه يا جماعه اخر حادثه بتاع دار الارغم احنا فاقدين اكثر من 75 مواطن مسكين، وفي
مواد كيماويه. كلكم شفتوا المسيرات الاخيره للمواطنين. المواد الكيماويه اللي في الفاشل يا شباب، الشمساي بتاعت الماده الكيماويه الجنجه جابوها في الفاشل بتقطع النفس وتعمل حساسيه في العين والزول طوالي بموت. كلكم شفتوا بانه المسيرات في سماع الفاشل من قبل الجنجه. ودي لان احنا بنعكد للناس، كلنا ادم جنة وكلنا حريصين لفك حصار الفاشل. يا جماعه بانه كلكم شفتوا اللي حصل لاحنا في الجزيره واللي حصل لاحنا في جبل عوليا. القوات المسلحه دي كما الغاده بتاعت القوات المسلحه والمشتركه يا شباب، نحن كما عصرناهم وضغطناهم ما حيفكوا حصار الفاشل. بصراحه انا عشان ده اقول لك ده الحقيقه، وده بالمناسبه الحاجه اللي قاعد يحصل في عرض الواقع. يا شباب 6 شهور المتحركات دي ما اتحركت من محور كردفان. نحن عندنا جيش عرمرم، الجيش اللي في محور كردفان حتحرر افريقيا مش تفك حصار الفاشل. لكن بانه في تماثل من الغاده، بعض الغاده في تماثل من بعض الغاده اللي قاعدين في غرفه العمليات. يا اخي حصار الفاشل ده كل الشعب السوداني ده قاعد يتكلم عنه يا شباب. يا اخي 3 سنه المدينه محاصره والناس تعدل لك هجوم برقم 265 وليه حسي لليله صامتين. الليله ده الجنجه جوب محورين وبلون. يا اخي اكثر من كده الناس دي يعمل لهم شنو؟ احنا رسالتنا واضحه للقياده ولكل القوات الملتفه حول القوات المسلحه السودانيه اللي في محور كردفان. كلنا ادم جنة، كلنا ادم جنة وبلغوا يا جماعه بانه احنا كلام نقول ده لا ديت قوات المسلحه ولا ديت المشتركه ولا ديت براعون، لكن احنا حريصين للانسان الفاشل. احنا حريصين للانسان الفاشل. ونحن قلنا الكلام ده زمان اللي حصل لاحنا الجمهوريه، وقلنا الكلام ده والكلام ده عمل ضجه في الميديا. نحن برضه بالمناسبه اعلاميين بتاعت القوات المسلحه السودانيه وعندنا كلمه بالمناسبه كويس. نحن رسالتنا واضح، بندعم بتصريحات بتاعت غايد عدم جنة بكله، ونحن معاك يا غايد عبد الله جنة قدام، وجيش الشارع معاك قدام. طالما يا جماعه بانه الناس قلنا عيد لعيد ما بترجع بعيد، بعدها نحن غيرنا فك حصار الفاشل واللي بتحصل تحصل والرحيفه تنقد. في نهايه كلامي نقول كل الحب في نهايه كلامي نقول كل الحب للشعب السوداني، خالص التحايا للقوات المسلحه والقوات المشتركه والقوات النظاميه الاخرى. نتمنى يزول قاعد يشاهد المقطع دي يكتب ربنا ينصر القوات المسلحه والمشتركه والمقاومه الشعبيه داخل مدينه الفاشر وفي محور الكردفان. قوميه تنتصر وكلنا قوات مسلحه السودانيه. نحن لما نجي ناخذ الغاده بتاعت القوات المسلحه والمشتركه ما بيعني ان احنا اتمردنا على الدوله، لكن احنا بنحب نملك الناس الحقائق. التضليل ما كويس، احنا نقول الحقيقه في عن في اي زول. ده الحاصل وكلنا ادم جنة يا شباب في العافيه.